في ليلة من الليالي اجتمعت مجموعة أصدقاء في القاهرة. كلهم كانوا متحمسين لرحلة طويلة كانوا بيخططوا إن هم يروحوها من فترة. دهب. العربيات اتوضبت وكل المية والأكل اتحضروا، والجروب المكون من 6 أشخاص استعدوا إن هم يروحوا رحلة طويلة، أو زي ما اعتقدوا. عربية دفع رباعي كان سايقها عمر، شاب رياضي ومغامر. معاه كريم صاحبه المفضل، ومروان اللي باين عليه هادي جدا واللي بيحب التصوير. في العربية التانية كانت نور، البنت الجريئة اللي دايما عندها فضول، وسارة صاحبتها اللي بتخاف من خيالها، وأخيرا دينا اللي بتحب القصص المرعبة وبتحاول تدور على أي حاجة غريبة في أي مكان تروحه. الرحلة بدأت لحد ما عدوا نفق الشهيد أحمد حمدي، والليل بدأ يرمي بظلامه على الطريق الصحراوي الطويل. وهنا بدأت الحاجات الغريبة إن هي تحصل. وهم في نص الطريق والساعة قربت من الساعة 12 بالليل تقريبا، الطريق كان هادي بطريقة غريبة، لا في عربيات حواليهم ولا حتى نور في أي استراحة جنب الطريق. فجأة نور اللي كانت قاعدة جنب عمر شافت حد بيشاور لهم على جنب الطريق، راجل لابس جلابية سودا ووشه مش باين قوي في الضلمة، بس كان واقف بطريقة مريبة وعينه مش بتتحرك كأنه تمثال. نور وهي بتشد عمر من دراعه: ايه ده؟ عمر بيرد: ايه في ايه؟ نور بترد عليه: في حاجة هناك بتشاور لنا، حد هناك بيشاور، اقف بسرعة. كريم بيقول لها: انت عبيطة، احنا في نص الطريق الصحراوي وده شكله مش طبيعي. سارة بصوت مرعوب بتقول: كمل يا عمر، بالله عليك كمل. عمر حس بحاجة غريبة، إحساس مش مريح، فداس بنزين وزود السرعة. لكن وهم معديين لمحت نور في المراية إن الراجل اتحرك. لا، ما اتحركش، ده كان بيجري بسرعة، وسرعة مش طبيعية. ده كان بيجري جنب العربية بيسابقها. نور صرخت: عمر دوس بنزين. عمر ما ترددش اللحظة، داس بنزين والعربية طارت من على الأسفلت. لكن اللي شافه بعدها خلاهم يتجمدوا في مكانهم. الراجل ما كانش بيجري جنب العربية بس، لأ، كان بيجري بنفس سرعتهم. عيونه كانت سودة بالكامل، وملامحه اتحولت لحاجة مش بشرية، كأن ملامحه بتتمط وبتتشوه كل ثانية. كريم وهو بيصرخ: ازاي؟ احنا ماشيين على سرعة 120 كيلو في الساعة. مروان حاول يصوره بالموبايل، لكن الشاشة جابت تشويش غريب، كأن الجهاز رفض يسجله. وفجأة الراجل اختفى كأن عمره ما كانش هناك. الجميع سكتوا ومحدش نطق بكلمة. مزيكة العربية كانت لسه شغالة لكن محدش سمعها. كلهم كانوا مستوعبين اللي حصل، وكل واحد فيهم كان عقله بيحاول يفسر اللي شافه. بعد حوالي 20 دقيقة من الصمت، دينا حاولت تخفف الجو المتوتر وقالت بضحكة مصطنعة: واضح ان ده كله كان ترحيب بينا، سينا بترحب بينا يا جماعة. لكن الضحكة دي ما فضلتش موجودة كتير، لان ده ما كانش اخر حاجة غريبة هيشوفوها النهاردة. الطريق كان بقى معزول اكتر في الضلمة، والضلمة كانت مغطياه من كل اتجاهات، والسكون كان غريب لحد ما شافوا نور من بعيد في الصحراء. نور ضعيف بيتحرك كأنه بيقرب وبيبعد عنهم. سارة وهي بتهمس: ايه ده؟ ده نور بتاع عربية تانية. كريم: لا، مش طريق، واساسا مفيش طريق في الاتجاه ده وسط الصحراء. نور بترد: يمكن معسكر جيش او حد عامل هناك حاجة. لكن النور فضل يتحرك بطريقة غريبة، لما يبطئوا العربية النور بيقرب، ولما يسرعوا النور بيبعد كأنه بيستدرجهم. مروان بيقول: حاسس اننا لازم نكمل طريقنا وننسى اللي بنشوفه ده. دينا بترد: ولا مرة في افلام الرعب الناس بيسيبوا الحاجات دي في حالها. عمر حس بقلق، لكن الفضول كان اقوى،
فقرر يغير مسار العربية ويمشي ناحية الضوء. العربية بدأت تدخل في طريق رملي جانبي. كل ما يقربوا من النور كان بيبعد أكتر. صوت المحرك كان الصوت الوحيد اللي بيكسر سكون الرهبة. وبعد 10 دقايق ظهر بيت قديم مهجور، كأنه طلع من فيلم رعب. الحيطان متشققة، الشبابيك مكسورة، وبابه الخشب بيتهز مع الهوا. نور وهي بتهمس: ده بيت ايه ده اللي في نص الصحراء؟ كريم بيرد: انا حاسس اننا لازم نرجع فورا. دينا بابتسامة غامضة كده: واحنا جينا كل ده علشان في الاخر نسيب كل ده ونمشي؟ لكن قبل ما حد يقرر يرجع، باب البيت فتح من نفسه، وصوت غريب همس من جوه بيقول: ادخلوا، مستنيينكم. الصوت اللي جه من جوه كان واضح وبارد. كلهم اتجمدوا في مكانهم، حتى الهوا حسوا انه وقف. عمر كان على وشك يدوس بنزين ويمشي، لكن نور قالت بحماس ممزوج بالخوف: احنا جينا كل ده مش عشان ندخل في الاخر؟ كريم بصلها بعصبية: انتي اتجننتي؟ سمعت الصوت ده؟ حد مستنينا. طب ازاي؟ مروان كان ساكت، ماسك الكاميرا بتاعته وايده بتترعش. بص على شاشة الكاميرا ولاحظ حاجة غريبة: الباب كان باين في الكاميرا مقفول رغم انه مفتوح قدامهم بعينهم. طب ازاي؟ استنوا، في حاجة غلط. دينا كانت عاشقة للظواهر الغريبة. قربت من الباب، وبمجرد ما خطت أول خطوة ناحية العتبة، نور البيت اللي كان بعيد فجأة اختفى، والضلمة بقت أعمق بكتير. وفجأة الباب اتقفل بعنف. عربية عمر كانت شغالة، والمفروض ان انوارها تنور حواليهم، لكن فجأة الاضاءات دي كلها بدأت انها تتهز وتضعف، وكأن في حاجة بتمتصها. سارة بدأت تهمس آيات قرآنية بس بصوت كان مرعوب ووشها شاحب: احنا لازم نرجع فورا، ده مش مكان عادي. لكن قبل ما حد يتحرك، ظهر على باب البيت علامة غريبة: نقش قديم محفور في الخشب، وكأنه بيتوهج بلون أحمر ضعيف. دينا قربت أكتر وحطت إيديها عليه، لكن أول ما لمسته صرخت بصوت مرعب ووقعت على الأرض. الكل جري عليها. مروان هزها وصرخ فيها: دينا فوقي، انت كويسة؟ لكنها فضلت تتهز، عينيها مفتوحة وكأنها شايفة حاجة محدش غيرها هو اللي شايفها. بعد لحظات بدأت انها تهمس بكلمات مش مفهومة، وكأنها بتكلم حد تاني أو حد بيتكلم على لسانها. مش معقولة، ايه اللي بيحصل ده؟ كريم بيرد على نورة: نرجعها العربية بقى ونمشي من هنا خالص. عمر وشه كان متغرق علق، شال دينا بسرعة وجرى بيها للعربية. لكن وهم ماشيين سمع صوت ضحكة خفيفة جاية من جوه البيت. بعد ما حطوا دينا في العربية، عمر ضرب بنزين بأقصى سرعة والعربية طارت بعيد عن البيت. لكن دينا اللي كانت لسه فاقدة الوعي فجأة فتحت عينيها وبصت لمروان وضحكت الضحكة كده مش بتاعتها: لسه بدري، الرحلة ما خلصتش. عمر كان سايق بأقصى سرعة، لكن حس ان الطريق بقى طويل قوي، كأنهم ما اتحركوش اساسا من مكانهم. نفس الكثبان الرملية، نفس الاشجار الصحراوية الميتة، وكأن الطريق بيعيد نفسه. نور بصت وراها لقت البيت المهجور لسه وراهم بنفس المسافة. عمر، انت سايق ولا بترجع؟ انا بدوس بنزين والله على الاخر، بس الطريق هو اللي مش طبيعي. كريم حاول يتصل بأي حد، لكن مفيش شبكة ولا حتى إشارة ضعيفة. أما دينا فكانت قاعدة في مكانها ساكتة تماما، وعينيها مستمرة تبص لقدام. وفجأة مروان شاف حاجة على جنب الطريق، الراجل اللي كان بيشاور لهم في الأول، لكنه ما كانش بيشاور المرة دي. كان واقف ثابت، عينيه مفتوحة أكتر من الطبيعي، وبيبص عليهم وكأنه بيتفرج. بعد حوالي نص ساعة الطريق أخيرا بدأ يتغير،
وظهر قدامهم جبل صحراوي. قرروا ان هم يركنوا شوية علشان ياخدوا نفسهم. نور بتقول احنا محتاجين نفهم اللي حصل. كريم بيرد مش وقت تحليل، احنا محتاجين نخرج من المكان ده بأي شكل. سارة بصوت مرعوب شوية بتقول انا حاسة اننا متراقبين، حد بيشوفنا بيتفرج علينا. وفعلا من قلب الظلام الصحراوي ده عيون صغيرة بتلمع ظهرت جوه الجبال ومن وسط الجبال. مش عين واحدة، دي عيون، وكأن المكان كان مستنيهم. نور حاولت تهز دينا، لكن دينا رفعت ايديها ومسكت ايد نورة بقوة غير طبيعية وبصت في عينيها وهمست بصوت مبحوح شوية رجعوني رجعوني، بس دلوقتي انتم ملكنا. وفجأة كل العيون اللي في الضلمة اتحركت ناحية العربية بسرعة غير طبيعية. عمر داس بنزين بأقصى سرعة، لكن العربية كأنها مش بتتحرك. الأرض الرملية تحت العجلات كانت بتغرق أكتر بدل ما كانت بتتحرك. كلهم كانوا بيصرخوا. مروان حاول يصور اللي كان بيحصل، لكن الكاميرا باظت وبدأت تعرض ضوضاء غريبة وصوت همس حاجات مش مفهومة، زي مش هتهربوا مش هتهربوا، الليلة لسه طويلة. فجأة الأرض تحتهم تتهز والعربية وقعت في حفرة رملية ضخمة. لما فاقوا لقوا نفسهم مش في العربية، كانوا جوه البيت المهجور تاني. نور بتقول ازاي احنا كنا في العربية؟ كريم بيرد عليها مش ممكن، المكان ده تاني، شكل المكان ده بيبلعنا. الباب كان مقفول والشباك مكسور، لكن في حد واقف في نص الأوضة. كانت واقفة بنص ظهرها، همست بصوت مش بتاعها البيت ده مش بيت، ده قبر، وانتم بقيتوا جزء منه. وفجأة انطفى النور تماما. الضلمة كانت قاتمة جدا مخيفة، حتى أنفاسهم بقت قليلة وتقيلة. سارة وهي بتهمس بخوف أنا مش شايفة أي حاجة. عمر بيقول حد معاه كشاف الموبايل؟ كريم بيقول وهو بيفتح الفلاش بتاع الكاميرا معايا. وقبل ما يكمل نور الكاميرا بتاعت الكشاف حاجة ما كانوش مستعدين يشوفوها. الإضاءة دي بتلقطها. دينا كانت بتتحرك، لكن رجليها مش بتلمس الأرض، كانت بتنزلق كأنها عروسة ماريونيت بتحركها خيوط غير مرئية، وعينها كان لونها أسود بالكامل. نور وهي بترجع دي مش دينا، دي مش دينا. مروان بيرد نبعد عنها فورا. لكن قبل ما يتحركوا دينا رفعت ايديها والابواب والشبابيك قفلت مرة واحدة، وهي بتقول وبتهمس مش هتمشوا مش هتمشوا. مروان حاول يفتح الباب بعنف لكنه ما اتحركش. كريم فضل يقرأ آيات من القرآن الكريم لكن صوته كان بيترعش. أما دينا بدأت تضحك، ضحك ما كانش ضحكها الطبيعي، ضحكة مزدوجة كأن في صوت تاني بيضحك معاها. عمر وهو بيصرخ انت مين؟ سيبينا في حالنا. دينا بصوت المشوه اللي بتقول بيه ده انتوا مش جيتوا وانتوا اللي هتفضلوا، واحد منكم لازم يبقى معانا. فجأة الأرض تحتهم بتتهز، الجدران بدأت إنها تتشقق كأنهم مش في بيت، كأنهم في كابوس. سارة انهارت في العياط. نور كانت بتحاول تلاقي أي طريقة عشان تخرج لكن مفيش مخرج. كريم بيقول لازم نقاوم، الحاجات دي بتتغذى على خوفنا. عمر بيقول ازاي نقاوم حاجة مش بنشوفها أصلا؟ دينا بترد. دينا رفعت ايديها وعيونها السودة ركزت على مروان. انت المصور، هتكون عينهم الجديدة في العالم ده. قبل ما حد يتحرك قوة غير مرئية سحبت مروان ناحية السقف. جسمه اترفع لفوق وصرخ صرخة مالت المكان كله. وفجأة كل حاجة وقفت. دينا وقعت على الأرض، كان مغمى عليها. الجدران رجعت لحالتها القديمة والباب اتفتح لوحده، لكن مروان ما كانش موجود. كل وقتها جري برا البيت، لقوا العربية في مكانها لكن مفيش أثر لمروان. نور وهي بتعيط مش ممكن، مروان كان هنا،
كان معانا. كريم بيرد: هو راح فين؟ عمر وهو بيصرخ في المكان كده في اللا شيء: رجعوه، خدوا اي حاجة ورجعوه. لكن المكان كله كان صامت. وصلوا دهب بعد رحلة طويلة مرهقة. محدش كان بيتكلم، عينيهم كانت كلها في صدمة. لكن لما وصلوا الفندق سارة فجأة صرخت: بصوا هناك! على شاشة التلفزيون في الريسبشن كانت في لقطة لكاميرات المراقبة، لقطة ليهم وهم نازلين من العربية. لكن جنبهم كان في شخص سادس، شخص ملامحه مش واضحة، واقف بينهم وبيبص للكاميرا مباشرة. وفي الليلة دي كريم فتح كاميرا مروان اللي كانوا لسه محتفظين بيها، شغل آخر فيديو، وكان مروان سجله في البيت المهجور. في الأول كان في تشويش وفي شوية همس، بعد كده ظهر وش مروان، بس ما كانش وشه الطبيعي، كانت عينيه سودا بالكامل، وكان بيهمس بصوت مش واضح ومش طبيعي: لسه ما خلصناش، مستنيينكم ترجعوا. وبعد كده الكاميرا انطفت. بكده تكون انتهت حلقتنا النهارده. لو عجبتكم الحلقه يا ريت تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه وتدوسوا على جرس الاشتراك علشان توصل لكم كل الحلقات الجديده اول باول. ولو في اي انتقاد على اي حاجه اكتبوها لنا في الكومنتات، هشوف كل الكومنتات ان شاء الله. وبشكر كل الناس اللي بتدعمني بكلام كويس، شكرا ليكم جدا. كان معاكم محمد فوزي، وسلام.